يلا بينا نشوف انا فين المرة دي. انا في فندق اتلانتس بال، من اغلى فنادق العالم وافخمها. شايفين المبنى اللي بعيد خالص خالص ده؟ انا هكون فيه اهو حالا دلوقتي. الفيديو ده هيخص الغرفة اللي في الفندق فقط عشان ما اطولش عليكم مدة الفيديو. الفيو الرائع جدا ده هو في الكوريدور بس، مش هي دي لسه الغرفة بتاعتي. اي فندق بدخله بكون متحمسة قوي، يا ترى الفيو عامل ازاي. مش بيهمني الغرفة خالص قد اهم حاجة بالنسبة لي هو الفيو. لكن لما دخلت بقى الأوضة وهمتني جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف محتويات الغرفة مع بعض. كانت العادي ماكينة القهوة دي اللي كانت لطيفة قوي، مية عادي جدا، صندوق الايس ملناش دعوة بيه. ده زي سناكس كده، كاندي وشيبس ومكسرات حاجات كده يعني دلع. واول درج ده فيه كبسولات القهوة واللبن والشاي والسكر والمجات والكوبايات والكاسات. ده فاكهة بتاعتنا عادي جدا. اول مره ادخل الفندق الاقي ثلاجه فيها حاجات بتاعتنا، انما كان في حاجات اصلا خاصه بالفندق برضو. ندخل بقى على الروم بتاعه التويلت، هي روم يعتبر يعني، لان فيها كذا جزء منفصل لوحده. الدش لوحده منفصل، وحدة دش كده منفصلة عن التويلت نفسها برضو. زي ما نشوف دلوقتي هتكون في وحدة كده برضو لوحدها. واللطيف بقى هنا اللي فاجئني قوي ان هما مهتمين بأدق التفاصيل. يعني دي علبة كده فيها ادوات حلاقة، ودي علبة فيها معجون سنان وفرشة كمان، وكل يوم بتتغير. وفي علب تانية بقى فيها حاجات نظافات بقى، حاجات نظافة شخصية. فدي كانت حاجة لطيفة منهم قوي. والبرامج الكبيرة قوي دي اللي بتحتوي الانسان كده يعني. ومقفول بأوضة بقى تبقى منفصلة عن الأوضة خالص. وده الدولاب. طبعا احنا رصينا بقى هدومنا، ما قدرتش ان انا اعمل الفيديو ده اول يوم عشان كنت تعبانه من السفر. رصينا بقى هدومنا، والخزنه بتاعتي اللي فيها المجوهرات فيها طبعا ذهبنا وفلوسنا وكده، وعاملاها بقى بالباسورد بتاعي. بس كده ويتقفل بقى عليه. اللطيف قوي اول ما دخلت لقيت التلفزيون مكتوب عليه ويلكم جهاز محروس، فكنت مبسوطه قوي. السرير بقى، واللطيف ان طلع التويلت كمان ليه باب بيطل على السرير على طول، تقومي من النوم تنطي في البانيو على طول. الأوضة مريحة نفسيا جدا جدا وجميلة، وأصلا الفندق 7 نجوم مش 5 نجوم فقط، 7 نجوم ويستاهل 10. الفيو بقى أهم حاجة أهو. لو ما كانش درجة الحرارة برا عالية جدا ما كنتش طلعت منه، لان من حظي الجميل ان الغرفة بتاعتي كانت رهيبة جدا على البسين وعلى بحر الخليج الكبير قوي قوي ده. وكمان كان فيه الفريم والعين دبي ظاهرة من الأوضة عندي، فكان الفيو فوق 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 الرائع يعني. بحر على يمين وعلى الشمال، والبسين بقى تحت بسين كبير، والفندق فيه اكتر من 5 بسينات او اكتر كمان يعني. انتظروني بقى في سلسلة باقي سلسلة الفيديوهات دي عن اماكن في الفيديو كتير جدا، عشان الفندق كان مليان 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 مغامرات غير غير الاكواريوم. وادي اللوجو بتاع اوريفلام، شكرا شكرا من كل قلبي اوريفلام. والناحية التانية مكتوب دبي.